السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناة العمدة تيفي. فيديو حلقه اليوم يتكلم عن الأخبار المتداولة في إمكانية إعادة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز نادي الزمالك بركلات الترجيح منذ أيام. وفي حقيقة الأمر أن التحاليل الطبية التي خضع لها بعض اللاعبين في نادي الزمالك وهم ميشلاك كونارد وبنتايك توضح آثار بعض المنشطات، ولكن ليس من حق المنافس التقدم بطلب التحقيق في ملابسات الحادث إلا بإذن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهذا يدل على أن يكون هناك أكثر من 3 لاعبين أو أكثر أوضح إيجابية عيناتهم في تعاطي المنشطات حتى يحق للنادي الأهلي المنافس التقدم بطلب إعادة مباراة السوبر الإفريقي أو سحب لقب كأس السوبر الإفريقي من المنافس الزمالك.